صباحين وحدت على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجيلي الضغط. هو ده الاهلي اللي كنا نعرفه؟ فين بعبع افريقيا؟ فين الفريق اللي كان بيكسب وهو مش في يوم؟ الموسم ده الاهلي مش بيخسر نقط بس، الاهلي بيفقد هويته في الملعب وبره الملعب. النهارده احنا مش جايين نحلل بقى الماتشات والكلام ده، احنا جايين نفتح الصندوق الاسود لاسوأ نسخه للاهلي من سنين طويله قوي. ايه اللي بيحصل في التتش وبره التتش كمان؟ فين روح فليله النادي الاهلي؟ قولوا لهم، عرفوهم، قول لهم يا تريكه. اهلا بيكم يا جماعه. الحقيقه ان الكلام عن تراجع مستوى الاهلي ما بقاش مجرد نغمه، ده بقى واقع، يعني حاجه بتوجع كل اهلاوي فعلا. احنا قدام لغز محير، فريق كان من سنتين بس كان بيكسب افريقيا وبيكسب الدوري وكان بيكسب كل حاجه قدامه، وكان بيعمل ماتشات كبيره وكمان ماتشات حلوه. دلوقتي الاهلي بيعاني قدام الفرق الصغيره اللي كانت بتحلم بس ان هي تخرج قدام الاهلي بنقطه على الاقل. الاستقرار اللي كان ميزه الاهلي الاولى اتهز، الروح اللي كانت بتخلص الماتشات في الدقيقه 90 بقتش موجوده. النهارده هنشرح وهنتكلم ليه المكنه الاهلاويه دي عطلت. مشكله في المدرب ولا مشكله في اللعيبه ولا مشكله في الاداره؟ اول حاجه انا شايفها الشبع الكروي، فقدان الحافز. اول مشكله واضحه، يعني اللعيبه دي اللي حققت كل حاجه، دوري ابطال افريقيا وبرونزيه كاس عالم، لما بتوصل للقمه احساس صعب قوي انك تحافظ على كل الدوافع دي وانك تحافظ على كل ده. تمام، طب انت جبت لعيبه جديده، هل عملوا حاجه؟ لا، المستوى في النازل، في النازل قوي كمان. بنشوف لعيبه في الملعب بتلعب بتعالي، استهتار، بتضيع فرص، رعونه في الالتحامات، كانهم بيقولوا احنا الاهلي وهنكسب في اي وقت، بس مش ده الصح. الكوره ما بتديش غير اللي بيتعب. تاني حاجه العقود والمرتبات، واللعبه دي بتبص لده وده بيبص لده وده بيبص لده. وليس اوضه اللبس اللي بقى فيها كلام كتير قوي وتفاوت في الرواتب، لما لعيب جديد بيجي بياخد ارقام خياليه ما بيقدمش اضافه زي زيزو مثلا، ولعيب قديم شايل الفرقه وعقده اقل زي حسين الشحات. هنا بتبدا المشكله النفسيه، عدم التركيز اللي بنشوفه من بعض النجوم سبب ان دماغه بره الملعب، يعني عايز اعدل عقدي وعايز اخد فلوس كتيره وعايز عرض خليجي و الاهلي دخل سوق الانتقالات عشان يدعم، بس الحقيقه الصفقات الجديده لسه تحت الاختبار، ومفيش اي حاجه حصلت. مفيش حد منهم قدر حتى يحجز مكانه ويقول انا النجم الجديد. بالعكس بقينا نعتمد على الحرس القديم اللي هو اللعيبه اللي كانت موجوده زي طاهر مثلا اللي بيلعب دلوقتي ساعات على زيزو. وده خلينا نسال سؤال، هل كشافين الاهلي واللجنه الفنيه اختياراتهم كانت صح اصلا؟ لا، الموضوع كان باين قوي ان في فشل كبير جدا. طب نيجي لنقطه وسام ابو علي، كلنا عارفين ان وسام ابو علي كان هيمشي وكان هيروح فرقه كبيره وده الطبيعي. انت فين البديل بتاعك اللي انت كنت مجهزه؟ طب جراديشار اللي كان بيلعب على فكره وانا كنت مقتنع بيه وكنت شايف ان هو لعيب كويس جدا، ليه مشيته؟ لما لعب الفتره دي ليه مشيته؟ طيب انا شايف ان جراديشار نفسه اتظلم لما عماد النحاس جه وما خدش فرصته الكامله وقعده عشان يلعب وسام. طبعا عارفين الفرق ما بينه وما بين وسام فرق كبير، بس قصدي ان انت حرقته وهو جاي في فورمه، كان جاي في فورمه مع كولر قبل ما يمشي، جه عماد النحاس وهمش جراديشار ده تماما. وسام ابو علي ساب فجوه مرعبه، وسام ما كانش بس هداف، لا كان محطه بتبني عليها اللعب، كان اهم لعيب في الاهلي هو امام عاشور في الموسم اللي فات، مهاجم بيضغط من قدام وبيجيب اهداف من انصاف الفرص. دلوقتي انت بتعوضه بانصاف مهاجمين، لعيبه ما بتجيبش جوان اصلا، ما بتساعدش ان حد يجيب جون. الاهلي حاليا بلا انياب حقيقيه، واي دفاع بقى يعرف اصلا يوقف خطورتك. انت لو سبت الملعب فاضي اللعيبه دي هتضيع اصلا، مش هتجيب جوان. بقينا نشوف بطء في التحضير. بصوا هنا الكوره، يعني الكوره بتتحضر في 5 دقائق، المنافس بيكون رجع اساسا، الفرق المنافسه بتلحق ترص الاتوبيس بتاعها قدام الجون وعادي جدا، ما بيفرقش معاها اي حاجه، وكمان بقى عندهم جرأه عليك. لعيبه الوسط ما بقتش تغطي، والخصم بقى بيوصل لمرمى الشناوي او شوبير ب3 باصات. والله زي ما بقول لك، غياب الضغط العالي. الاهلي كان فعلا مع كولر بيخلق ضغط عالي مش طبيعي، كان بيخنق الفرق اللي قدامه لدرجه ان هم خلاص بيغلطوا، زي الكوره دي في جون وسام مع ماتش العين. بص الاهلي ضغط فين، الضغط بتاع الاهلي اختفى تماما ما بقاش موجود اصلا. الاهلي اوقات كتير قوي بقى يستنى يكون هو رد الفعل مش الفعل، مش ده الاهلي اللي احنا كنا متعودين عليه، مش دي الفرقه اللي كانت بتنزل تضغط اي فرقه واكبرها فرقه. ما بقاش يحصل الكلام ده. عشان المركب ما تغرقش لازم يكون في حلول حقيقيه مش مسكنات، لازم قرارات تربويه قويه جدا. اللاعب اللي مش مركز او حاسس ان هو مش مع النادي يقعد دكه مهما كان اسمه. الاهلي محتاج مهاجم سفاح، محتاج مهاجم بيخلص من نص فرصه. شوف وانزل في ادغال افريقيا، مش هتقعد كل شويه بقى تروح تجيب لي لعيب من السويد ولا لعيب من الدنمارك ولا لعيب منين ولا منين ولا منين. اللعيبه دي بتاخد فلوس كتير على الفاضي. مصر ما فيهاش مهاجم قوي ودي احنا عارفينها من زمان، يعني اللعيبه كانت عامله حمل على الفرقه وبتاخد مرتبات كبيره جدا ومش بنستفيد منها اي حاجه، زي اشرف داري مثلا، اللعيب اللي كان جاي كل 5 دقائق يتصاب، كل ماتش يتصاب وبياخد مرتب كبير جدا. طب وبعدين انا استفدت ايه؟ ما فكرتش امشيه غير بعد تاني سنه ولا تالت سنه. هو على فكره مدافع كويس جدا لكن بيتصاب كل ماتش، انا مش هينفع معايا كده. انا عندي تلاحم ماتشات والاهلي بيلعب ماتشات كتيره جدا في الموسم وبيشارك في اكتر من بطوله. بعد الموسم الثالث لكولر بدا يفقد فكره الابداعيه، ان هو يطلع حلول جديده وافكار جديده في التشكيل في طريقه اللعب والكلام ده كله، ودي مش مشكله. ده بعد 3 مواسم 3 سنين كولر قدم فيها كل حاجه للاهلي، كسب فيها الدوري، كسب فيها دوري ابطال افريقيا، كسب فيها السوبر الافريقي، خد برونزيه كاس عالم، ومره كمان لعب ماتش قدام ريال مدريد. انا بالنسبه لي كان كويس بغض النظر عن النتيجه، لان هو اخر جونين دول جم في اخر الدقائق. هذا ماضي، هذا كاسح كولر، هذا كولر. شوفك السويسري، شوفك الثقه، وشوفك انه هذا المدرب فلته. هذا لن يقل على جوزي مورينو.
احنا كولر ده مع الاهلي بيكسر كل حاجه، ضغط شرس، لعيبه قويه جدا، لعيبه جعانه كوره، عمل لعيبه كويسه جدا زي مروان عطيه اللي جه معاه انفجر، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، لعيبه كتيره قوي انفجرت مع الاهلي بسبب كولر، وخد 2 افريقيا. طلع لنا حارس كبير جدا وهو شوبير، واستعان بيه في بطوله افريقيا واخدناها بحوالي 10 كلين شيت، وده كان رقم كبير جدا لشوبير. في الموسم الثالث بدا الاهلي فعلا مستواه ينزل، وبدا كولر حلوله الابداعيه تقل كتير، فبدا ان خلاص الدوري بيخلص والدوري كان هيروح لبيراميدز، والاهلي كان فعلا بدا يقع في المنافسه. هنا اداره الاهلي اتخذت قرار ان هو هيمشوا كولر وهيجيبوا عماد النحاس مدرب مؤقت للنادي، وفعلا عماد النحاس قدر ان هو يفوز بالدوري في الاخر. بعد عماد النحاس جه ريبيرو اللي قال لك ان هو هيلعب معانا كاس عالم انديه، وهو مش مدرب كبير، وده كان عتاب ناس كتيره قوي على ان ريبيرو مش مدرب كبير وما مسكش فرقه كبيره قبل كده ومش مدرب بطل، يعني مش متعود ان هو يدير فرقه كبيره فيها نجوم. ريبيرو بصراحه عمل ماتشات كويسه في كاس العالم، هو يمكن بس لو كان عنده حذر دفاعي شويه كان قدر يطلع من المجموعات بسهوله. على فكره بعد ما رجعنا الدوري ريبيرو ما قدمش المطلوب منه، ريبيرو بعد خسارته من بيراميدز في بدايه الدوري مشى، والاهلي دفع له الشرط الجزائي، ودلوقتي في مشاكل ما بين ريبيرو والاهلي في المحكمه الدوليه على شويه مستحقات، مش مشكلتنا دلوقتي ومش حاجه تهمنا. بعد كده رجع عماد النحاس تاني يمسك الفرقه، والاهلي بدا شويه يقوم على رجله ويكسب ماتشات، اتعادل ماتش تقريبا او 2 مع عماد النحاس لحد لما جبنا يستروب اللي هو بقى له معانا دلوقتي 6 او 7 شهور، كان بادئ كويس جدا ولعب ماتشات حلوه، ووصلنا للبيك فورم بتاعتنا في ماتش الجيش الملكي اللي كان هناك في المغرب، الماتش بتاع الازايز المشهور وسكينه المعجون والكلام ده كله. الاهلي الماتش ده كان يقدر يكسب 2 و3 عادي جدا لولا اللي حصل في الماتش. بعد كده اللعيبه بتاعت الاهلي راحت منتخب مصر، وكان في توقف في الدوري وكان في توقف في افريقيا عموما عشان بطوله افريقيا اللي منتخب مصر ودع فيها من نص النهائي، وكان في سلسله حلقات عن منتخب مصر في افريقيا تقدر تشوفها من هنا. الاهلي في خلال التوقف بتاع افريقيا لعب تقريبا 6 ماتشات في كاس العاصمه، كسب ماتشين وخسر 4، ولعب ماتش قدام نادي وي في كاس مصر وخسرنا 2-1 وودعنا من دور ال 32. محدش ركز قوي لان احنا كنا مركزين مع المنتخب اكتر، ومحدش ركز على ان احنا خرجنا من دور ال 32 في الكاس. اوكي عدت والمدرب لسه ماسك والكلام ده كله. بعد لما اللعيبه خلصت افريقيا رجعت على دوري ابطال افريقيا وكسبنا يانج افريكانز 2-0. الاهلي لعب 11 ماتش ما كسبش غير 6، والباقي كله تعثرات، وطبعا اخرها ان الاهلي خسر من طلائع الجيش، وده كان الزلزال الكبير اللي حصل. انت تقريبا 50% من الماتشات اللي انت رجعت لعبتها بعد افريقيا انت ما عملتش فيها حاجه، الاداء كان وحش جدا، اتعادلت وخسرت، يعني حتى لما كنت بتكسب كان الاداء سيء جدا، واتكلمنا كذا مره في الموضوع ده، بس كنا بنقول ادينا بنعدي وادينا بنكسب. وعايز اقول لك ان في الموسم ده في الدوري الاهلي لعب 20 ماتش، كسب 11 وتعادل 7 وخسر في 2، وده يعني رقم غريب جدا. الاهلي تعادل 7 ماتشات، فوقيك الزمالك وفوقيك بيراميدز. وفي وقت تصوير الحلقه دي الزمالك خسر من انبي وادى هديه لبيراميدز والاهلي، ويمكن لبيراميدز اكتر اللي هو هيموت نفسه عشان يكسب الدوري ده. خلونا نتكلم عن نقطه دلوقتي. انا شايف ان لازم الاهلي يجيب مدرب غير يستروب ده، لان احنا مش هنستحمل وقت تاني مع يستروب ده، لان هو فعلا احس ان هو مدرب فعلا فقير فنيا، هو شخص فقد الشغف بعد 6-7 شهور، يعني ازاي هيقدر يكمل معانا؟ الراجل ده كان حد قايل قبل كده ان هو لو مش هيكسب فهو يتعادل بالنسبه له تمام جدا وعادي، مهم ان هو يعني يفضل في السيف زون ان هو يتعادل عادي جدا، وده ما ينفعش، ده ما ينفعش مع الاهلي خالص، وده مش مدرب بطل عموما. مفيش مدرب بطل اصلا بيكون جبان، ده طبيعي وكلنا عارفين ده. انا بالنسبه لي المدرب اللي يجي دلوقتي لازم يكون شخصيته قويه جدا، وفعلا الاهلي محتاج مدرب شخصيه قويه ويحكم اي لعيب في الفرقه مفكر نفسه نجم بصراحه. وكل الكلام ده بينطبق على مين؟ على حسام البدري، مفيش احسن منه للمرحله دي. الراجل ده في ليبيا بيكسب كل حاجه، يعني الراجل ده عامل ستريك تقريبا 100 ماتش ما بيخسرش، الراجل ده كان بيلعب ماتشات الصبح وبالليل البلد بتتضرب في ليبيا. مدرب عنده شخصيه، مدرب ما بيهموش النجوم، مدرب فعلا اي لعيب بيتعالى بيقعد دكه جنبه بره وما بينزلش. والاهلي كان بيقدم معاه كره سريعه جدا وكره هجوميه وكره فعلا حلوه. الراجل ده من 8 سنين بالظبط كان كسبان دوري لا هزيمه، وباسماء غير اللي موجوده دلوقتي. الاسماء اللي موجوده دلوقتي لعيبه تقيله جدا ولاعيبه فنيا اعلى بكتير. ووصل نهائي افريقيا، ما كسبش البطوله، لكن فعلا كانت بطوله ما حدش يقدر ينساها. ما حدش يقدر ينسى ماتش مثلا النجم لما كسبنا 6 هنا في برج العرب، ما حدش يقدر ينسى ماتش الزمالك بتاع اجاي لما ركنها، ما حدش يقدر ينسى الماتشات دي. مدرب عالي جدا تكتيكيا، مدرب قوي الشخصيه، مدرب فعلا بيعرف يتكلم وبيعرف فعلا يقفل على فرقته كويس جدا، والاهلي كان بيقدم معاه مستوى كويس قوي. مع كابتن حسام البدري شغله كله هيبقى نظرات، بص قال له اتفضل بره، قرار محمود. فانا بالنسبه لي شايف ان ده احسن خيار. في مشاكل مع الاداره ومش عايز تجيب حسام البدري، في دلوقتي عندك علي ماهر مدرب كويس جدا وفعلا يستحق فرصه في الاهلي، بس بالنسبه لي حسام البدري اعلى بكتير، هو اعلى مدرب مصري موجود. لو انت وصلت لحد الحته دي فانت حبيبي، وما تنساش تقول لي في الكومنتات انك وصلت لحد الحته دي. اوضه اللبس بقت على المشاع، كل الناس عارفه ايه اللي بيحصل في الاهلي، وعارفين ايه المشاكل اللي بتحصل جوه النادي وفي اوضه اللبس كمان، وغير كده التسريبات اللي بتحصل من جوه النادي نفسه، دي حاجه ما كانتش موجوده في الاهلي. دلوقتي الموضوع بقى مستباح جدا، واي حد بيعرف اي معلومه من جوه
النادي نفسه، وناس بتطلع اخبار للنادي عن الصفقات وعن مشاكل اللعيبه وعن مرتب اللعيب ده كام. كل الحاجات دي ما كانتش موجوده في الاهلي. الحاجات دي صعبه، والحاجات دي بتهد كيانات مش شرط في الكوره، انا بتكلم على حاجات تانية بره الكوره. ما بالك ده انت لعيبه اصلا مشاهير بتلعب في نادي جماهيري، وكل ده بيجي على دماغ الفرقه في الاخر، وان اللعيبه ما بتكونش مركزه في ارض الملعب وبتركز بره الملعب كتير وفي السوشيال ميديا. في النهايه الاهلي فريق كبير بيمرض ولا يموت، والكلام اللي عارفينه ده كويس، بس لازم حلول فعلا مش مسكنات زي ما قلت. وانت كواحد من جمهور الاهلي عايزك تقول لي شايف مين المسؤول الاول على اللي بيحصل ده؟ يعني هل تروب، هل اللعيبه واستهتارها، ولا الاداره واستهتارها في ملفات الصفقات، ولا استهتارها في حاجات كتيره جدا وتهاونها مع اللعيبه؟ عايز اعرف رايك. مستني رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو فعلا المحتوى عجبك، ويا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصلك كل جديد بننزله. وكان معاكم عبد الله القاضي، ودي قناه في ال 18، واستنوا الجديد. سلام.